السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، كيفاش راكم؟ نتمنى تكونوا في أحسن حال. اليوم كما راكم تلاحظوا حبيت نشارك معكم كيكة بسيطة، يعني كما تلاحظوا في الشكل تاعها ماشي مزوقة بزاف، ولكن فيها بنة عظيمة، تلقاوها بزاف خفيفة وبنينة. من الداخل حشيناها بالكريم باتيسيير وغلفناها بكريم شانتيي، يعني بجينواز بزاف سهلة وناجحة 100%. تلقاوها طبقات بطريقة سهلة جدا وبزاف بنينة. جربوها صدقوني حتعجبكم. حتى الحلاوة تاعها ماهيش حلوة بزاف، يعني درناها بالبرتقال، بعصير برتقال وعصير ليمون، يعني تلقاو فيها واحد المزيج بزاف هايل. اشتركوا لي خياتي في القناة وبارطاجوا الفيديو مع صديقاتكم وما تنسونيش بالجيم. ربي يسهلكم الايام. نبداو مع المكونات تاعنا. عندي في وعاء استعملت فيه 3 حبات من البيض، حبات يعني متوسطة الحجم، يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. خرجتهم من الثلاجة قبل بوقت، يعني خليتهم حتى دفاو شوية. معهم ملعقة صغيرة فانيلا، كوب ناقص إصبع من السكر، الكوب تاعي يحمل 200 مليلتر. خلطنا مليح بالباتو حتى يعني ذاك السكر ذاب وتضاعف هذاك الحجم نتاع البيض، حوالي 4 دقائق ولا 5. من بعد نضيفوا لها الزيت كما راكم تلاحظوا 120 مليلتر بالكوب اللي فيه 200 يحمل 200 مليلتر. الحليب تاعنا عندي 120 مليلتر حليب بالكوب، راكم تلاحظوا فيه يعني الكوب تاعي ناقص منه 2 اصبع. خلطنا الزيت مليح، من بعد ضفنا لها الحليب. من بعد راكم تلاحظوا يعني كان هكا الخليط تاعنا رغوي، ضفت له قرصه من الملح كما شفتوني. ضفت معها مبشور برتقال، مبشور يعني نصف حبه برتقال ولا. من بعد نضيفوا الكوب الاول تاع الفرينه ونضيفوا معاه 12 غرام خميره كيميائيه. ضفنا كيس كامل فيه 10 غرام. من بعد ضفت معاه ملعقة صغيرة، نخلطو هكذايا بالملعقة الخشبية أو بالسباتشول كما تحبوا نتوما، حتى يدخلوا المكونات في بعضها. ونضيفوا الكوب الثاني ناقص إصبع كما كنت تلاحظوا فيه بالجرامات، تلقوها 200 غرام اللي يحبوا الميزان. على كل حال نكتب لكم المكونات بالميزان وبالكوب في صندوق الوصف إن شاء الله. كنخلطوا مليح مليح، يعني كما تلاحظوا هنا نختصر معكم أنا الفيديو باش ما يكونش طويل، ولكن أخلطها مليح حتى يعني يدخلوا كامل المكونات في بعضهم. وذيك الفرينة تاعنا ما تبقاش هكذايا دايره تكتلات ولا كوريات. كما تلاحظوا في القوام يعني ما تكونش سائله بزاف، في نفس الوقت ما تكونش ثقيله بزاف. شوفوا القوام هنا، مانيش مسرعه الفيديو، هذا هو القوام نتاع الكيك تاعنا. عندي الصينيه تاعي طول تاعها 40، العرض تاعها 30، درت فيها ورق الزبده. نديروا فيها هذيك الخليط تاعنا، دائما نرفعوا هذيك الوعاء للاعلى ونصبوا هذاك الخليط، نهزوها شويه، ندخلوها للفرن على درجه حراره 170، تحمر من الاسفل. نشعلوها تحمر شويه هكذا من الفوق، تولي هكذايا صفرة. نخرجوها، غطيتها بمنديل المطبخ هكذا، خليتها حتى بردت. من بعد راكم تلاحظوا يعني نجو نقطعوها. شوفوا اي قطعه كانت عندكم تحبوا تستعملوها. انا استعملت هذا الوعاء هكذايا باش عطاني هذوك الدوائر يكونوا يعني في نفس الحجم. كما راكم تلاحظوا على كل حال نتوما استعملوا الحاجه اللي تكون عندكم موجوده في المنزل، يعني باش تقيسوا بها تعطيكم 2 دوائر. باش نديروا طبقه من الاعلى وطبقه من الاسفل، والطبقه الوسطانيه راح نديروها بهذاك الفتات اللي حنا نحوه. كما كنتم تلاحظوا في هذا الفتات اللي حنحيه دوكا نفتو مليح مليح ونديروا به الطبقه في الوسط. كنتم تلاحظوا يعني حصلت على 2 دوائر خبيزات كما كنتم تلاحظوا فيهم. هذا هو السمك نتاعهم، ممكن يكون عندكم السمك مرتفع اكثر. من بعد نحكموا هذاك الفتات اللي بقى معنا، نفتوه مليح مليح. نروحوا نحضروا الكريم باتيسير تاعنا. عندي 500 ملي حليب، درت معاها 5 ملاعق سكر عادي يعني سكر حبيبات. نضيفوا معها المايزينا، استعملت 4 ملاعق مايزينا. دائما المايزينا تاعنا خياتي لازم نغربلوها. نصفوا هذاك العصير تاع البرتقال، استعملت فيها عصير حبة برتقال، انا كانت عندي الحبة تاع البرتقال صغيرة شوية. نضيفوا معاها الفانيلا، نخلطوها مليح ونحطوها فوق النار، نبقاو نحركوا على نار قليله باش تطيب هذيك المايزينا وما تبقاش الريحه فيها. يعني هذه الكيكه تلقاو البنه تاعها تجي بزاف بنينه، منكهه بالليمون والبرتقال، ولكن ماهيش حلوه بزاف حتى
تقهم هكذايا ولا ما تلقاوهاش حلوه بزاف، تجي عندها واحد الطعم بزاف هايل خفيفه، يعني تاكلوا قطعه واحده تحبوا تزيدوا تاكلوا منها لانه تجي بزاف خفيفه. بعد ما ثقلت الكريمه تاعنا كيما راكم تلاحظوا خياتي، ضفت لها ملعقه كبيره مارغرين او زبده كما كان عندكم، خلطناها مليح. راكم تلاحظوا في القوام نتاعها، يعني الكريمه تاعنا مازالت سخونه. نجيبوا هذيك الدوائر اللي قطعناها نحطوها على الصحن ولا على اي حاجه كانت عندنا، نسقوها بالحليب، ولا حبيتوا ديروا شربات هذيك خفيفه تسقوا بها كيما تحبوا. بالحليب تكون بزاف هايله، ولا حبيتوا ما تسقوهاش. كاين بزاف ناس ما يحبوش الكيك هكذا يكون مشرب، انتو تحبوها مشربه بزاف ولا مشربه شويه كيما تحبوا نتوما. نجيبوا الكريمه تاعنا نديروها هكذايا طبقه في الاعلى. اذا كان عندكم هذاك السيرسو هذاك الاطار اللي يديروا فيه تاع الكيك يعني راح يساعدكم بزاف. اذا ما كانش متواجد عندكم عادي استعملوا كيما هكذا، راح تعطيكم نتيجه هايله. نجيبوا هذاك الفوتات اللي فتتناه تاع الكيك ونديروا طبقه مليحه، يعني حاولوا هنايا ديروا طبقه مليحه باش في الوسط تعطيكم 3 طبقات تاع الكيك. راكم تلاحظوا أنا لهنا كاين جهات كنت درت فيها وجهات جات شوية ما فيهاش بزاف هذاك الفوتات، على بها بقات الطبقة تاعها ما تبانش بزاف، ولكن ديروا فيها يعني طبقة مليحة وضغطوا عليها كيما لاحظتوني هكذايا بالملعقة. من بعد نضيف فوقها الطبقة تاع الكريمة، تلقاوها يعني طبقات هكذايا في الكيكة نتاعكم. المهم في الوسط هذاك الفوتات ديروا منه طبقة مليحة، واللي يبقى لكم نخلوه باش نغلفوا به الكيك تاعنا. يعني كم تلاحظوا منها فيها هذه الكيكه ما تكلفش بزاف وبزاف بنينه، يعني خفيفه مش هذيك البنينه تاع اللي تجي هكذا حاجه حلوه كما التحليه ولا لا، تلقاوها كيكه ولكن تجي بزاف هكا خفيفه، حلاوتها بزاف المعقول. نديروا كامل هذيك الكريمه اللي قسمنا على 2، درنا في الطبقه الاولى نصف وفي الطبقه الثانيه النصف الثاني، نديروا فوق هذيك الطبقه تاع الكيك اللي قصيناها دائره، نشربوها بالحليب. يعني نتوما هنا تحبوا تشربوها بزاف لا تشربوها شويه، يعني ما تشربوهاش بزاف باش تلقاوها يعني مش تحليه، تكون عندكم كيك. ما تنساوش راهي الكريمه في الوسط. انا استعملت على كل حال سقيتهم بنصف كوب من الحليب، كنت استعملت كما لاحظتوني كوب، استعملت منه نصف وبقى لي نصف كما هكذا. نجيبوا ملعقه نمسحوها كامل مع الطرف هكذايا باش يدخلوا كامل هذوك الزوائد. ولا كان عندكم خياتي سيرسو ولا اطار هذاك تاع الكيك استعملوه، راح يساعدكم ويعطيكم نتيجه روعه. كيما هكذا نمسحوه كامل باش يدخل تكون عندنا في نفس الاستواء. ندخلوها للمجمد نخلوها ساعتين، من بعد نخرجوها باش نديروا لها المونتاج، يعني اللمسه الاخيره. كما راكم تلاحظوا في الشكل تاعها، يعني راهو الشكل تاعها مستوي. ندخلوها الان المجمد، خليتها حوالي ساعتين في المجمد. نحضروا الشونتيي، عندي نصف كوب من غبرة الشونتيي، نديروا معها اقل من نصف كوب من الماء يكون بارد جدا كما راكم تلاحظوا فيه كان فيه يعني لاكلاص، ونخلطوا مليح حتى تطلع الشونتيي نتاعنا. كما تلاحظوا يعني الشونتيي تاعنا طلعت. نضيفوا لها حوالي 20 مليلتر عصير ليمون بالملعقة، حوالي 4 ملاعق، يعني حوالي نصف حبة هكذاك عصرتها. نخلطو مليح حتى تندمج كامل هذاك العصير الليمون مع الغبرة تاع الشونتيي، تعطيكم واحد البنة بزاف شابة بزاف هايلة. نجيبو الكريم شونتيي تاعنا نطلو بها كامل هذيك الكيكة تاعنا، نغلفوها كامل بالكريمة، يعني تلقاو فيها 2 أنواع من الكريمة تعطيكم بنة روعة. غلفناها بكامل هذيك الكريمه اللي عندي، يعني ما خليت منها والو. من بعد نحكموا هذاك الفوتات اللي كان عندنا ونغلفوا به الكيكه نتاعنا، نغلفوها كامل من الاطراف ونغلفوها من الاعلى. يعني هذه الكيكه منها فيها مش حدي معكم كامل مكونات، وفي النهايه تعطيكم نتيجه هايله بزاف. كيكه بزاف خفيفه، يعني تستعملوها هكذايا في حياتكم في الايام العاديه، راح يفرحوا بها بزاف افراد الاسره ولا ضيافكم، يعني تستقبلوا بها ضيافكم راح تعجبهم بزاف، تجي بزاف خفيفه. من بعد ما كملنا غلفناها كامل نرشوها برشه هكذايا تاع سكر ناعم باش فقط هكا نكسروا اللون. انا على كل حال ما خليتهاش ريحت مباشره بعد ما غلفتها بشونتيي، درت هذاك الفتات تاع الكيك، رشيتها بسكر ناعم قطعتها معكم مباشره. راكم تلاحظوا فيها كيفاش تكون الكيكه تاعنا، تجي بزاف هايله، يعني هكا خفيفه وماهيش حلوه بزاف، معطره بالليمون والبرتقال. شوفوها كيفاش حتكون طريه تذوب في الفم،
تجيبكم بزاف هايله هذه الكيكه، جربوها خياتي صدقوني حتعجبكم بزاف، تستقبلوا بها احبابكم ولا يعني هكا الايام العاديه مع قهوه حليب. ما تنسونيش خيتي بالاعجاب. دمتم في حفظ الله ورعايته، مع السلامه.